الظاهر إبليس عارف إنه جايين نتكلم عنه، فعطلني في السكة وشوارع مكسرة وشوارع واقفة وزوج ألاقي عايز يعطلنا وخلاص. ربنا يجزيه. أول حاجة نعرفها زي ما أبونا قال لنا مين هو الشيطان، وبعدين نشوف الشيطان دوت بيحاربنا ويلاعبنا ازاي. أول حاجة لازم نعرفها، لازم نعرف إن إحنا ما عندناش كأبناء لله، ما عندناش حرب من البشر، وما عندناش أعداء مع الناس. الناس الأشرار اللي بيضايقونا دول مجرد ناس غلابة، أداة في إيد الشيطان بيضايقهم بيها. لكن إحنا عداوتنا المباشرة مع مين؟ مع الشيطان. يعني أحيانا تيجي تقول في الشغل بيضايقونا، والجيران بينكفوا فيا، والقرايب مش سايبيني في حالي، واللي عايشين معايا في البيت هم اللي تعبانين. طيب الناس اللي بتضايقك دي، أو لو أنت كنت بتضايق الناس، ما أنت برضه مش ملاك. دول مجرد أداة في إيد الشيطان بيضايقونا وبنضايقهم بيها. لكن الناس اللي بيضايقوك في الشغل دول مثلا، أو الجيران، لو أنت سبت الشغل ورحت شغل تاني هتلاقي الناس هناك ملايكة؟ ما تطلع برضه تلاقي في ناس بتضايقك. ولو عزلت عشان الجيران وحشين، ولو عزلت عشان الجيران وحشين، مش ضمنك اللي انت رايح تسكن معاهم جداد يبقوا كويسين. عشان كده احنا حاربنا مع الشيطان، والناس دول نعمل علاقات سلام معاهم على قد ما نقدر، وما نديش فرصة للشيطان ان هو يدخل ما بيننا وما بين الناس. عشان كده قالها بولس الرسول في رسالة أفسس، قال إيه؟ قال فإن حربنا ليست مع لحم وإيه؟ وده مش مع بني آدمين، ملناش حرب مع البني آدمين، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هم دول أعدائنا. أجناد إيه؟ أجناد الشر. طب أجناد الشر دول إحنا هنقدر عليهم بقوتنا؟ قال لك لا، للرب حرب مع مين؟ مع عماليق من دور لدور. فعماليق دوت كان شعب في العهد القديم، شعب جبابرة، ومحدش كان يقدر عليهم، عشان كده كانوا رمز لمين؟ للشيطان. ونفس النوع الحرب ديت قالها برضه بولس الرسول في كورنثوس الثانية، قال إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية. إحنا ما بنحاربش في الجسديات، بل قادرة بالله على هدم الحصول. مهما كانت المحاربات دي شديدة هنقدر عليها بقوة مين؟ بقوة ربنا. طب ده بالنسبة لأولاد ربنا اللي بيحاربوا بيه. طيب والأشرار اللي بيضايقونا واللي بينكفوا فينا واللي بيضطهدونا، دول إيه وضعهم؟ دول يبقوا ولاد مين؟ قالها السيد المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 8، قال أنتم من أب هو مين؟ هو إبليس، وشهوات أبيكم اللي هو مين؟ إبليس. أنتم من أب واحد إبليس، وأبوكم دوت أنتم بتعملوا الشهوات بتاعته. يقول ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه هو الكذاب وأبو كل كذاب. يبقى أول نقطة نتفق عليها، إحنا ما لناش حرب مع مين؟ مع بشر، مهما كانت أشكالهم، مهما كانت دياناتهم، مهما كانت جنسيتهم، إحنا ما لناش حرب مع البشر. حربنا مع الشيطان اللي بيزق البشر على الأرض. مين هو بقى الشيطان ده؟ كلمة شيطان جاية من كلمة عبرية اسمها شطن أو شطن، ومعناها مقاوم. يبقى كلمة شيطان معناها إيه؟ مقاوم. بيقاوم مين؟
بيقاوم الله، مش كده؟ وفي اللغة اليونانية نسميه زيافلوس. يعني إيه؟ يعني مشتكي. بيشتكي مين؟ بيشتكي ولاد ربنا. يبقى مقاوم لله وبيشتكي أولاد مين؟ بيشتكي أولاد الله. والكتاب المقدس بقى اداله أسماء كتير، يسميه ملاك الهوية، يسميه بعلزبول، يسميه بلعال، يسميه رئيس الشياطين، يسميه رئيس هذا العالم، يسميه رئيس سلطان الهواء، يسميه أبناء المعصية، يسميه إله هذا الدهر، يسميه القتال، يسميه المشتكي، يسميه كذاب أبو كل كذاب، التنين، الحية القديمة. كل دي أسماء للشيطان ذكرت فين؟ ذكرت في الإنجيل. وزي ما انتم عارفين الشيطان أو إبليس في الأصل كان من رؤساء الملائكة، وكان من طغمة كبيرة قوي اسمها طغمة الكروبين. وعملوا زي عمل باقي الملائكة، إنه يقف قدام عرش الله ويسبح الله. ده عمل الملائكة الأساسي. ولكن من عظمة رتبته أصيب بالكبرياء. أحيانا الواحد كده لما ربنا يديله موهبة ينسى ربنا صاحب الموهبة ويخلي باله من نفسه، يبقى عايز يلمع نفسه وينسى ربنا اللي اداله النعمة دي خالص. عشان كده إبليس دوت كان من النوع ده، فكر في نفسه، طب ما احنا واقفين نسبح الله، أنا ليه ما كنتش مكان الله ده نفسه؟ أرفع كرسي فوق إيه؟ كواكب الله وأصير مثل العلي. يبقى الشيطان دوت كائن حقيقي ولا حاجة كده أسطورة وخيال؟ ده حقيقي، لأنه كان إيه؟ كان ملاك، لكن هو روح، وربنا لم يسحب منه هذه الطباع الروحانية أو الملائكية، يعني هو اسمه برضه ملائكة الشر، فيقصد بكلمة ملائكة الشر إن هي أرواح شريرة. واحد سألني كده من أسبوعين قال لي هو لسه في ملائكة بيسقطوا وبيصيروا شياطين؟ إيه رأيكم؟ الشيطان لسه بيسقط ناس تاني ملائكة من السماء؟ ها؟ لا. خلي بالك، دي كانت فترة اختبار قبل الخليقة. فترة إيه؟ اختبار للملائكة. اللي سقطوا منهم سقطوا، وبعدين ربنا قفل الحرب دي وفضلوا الملائكة لغاية دلوقتي ملائكة. يبقى ما فيش سقوط تاني الملائكة يبقوا إيه؟ يبقوا شياطين. نسميها كانت فترة اختبار للملائكة إن هم يسقطوا أو يثبتوا. قصة سقوط الشيطان اتذكرت في مكانين في الكتاب المقدس، أشعياء 14 وحزقيال 28. احفظوا الشاهدين، أشعياء 14 وحزقيال الضعف 28. يقول في أشعياء 14 الشيطان اتضايق، معلش هنضايقه تاني. أشعياء 14 يقول عنه إيه؟ يقول له كيف سقطت من السماء يا زهرة يا بنت الصبح. زهرة يعني حاجة منورة، مش كده؟ بنت الصبح كواكب يعني. وكيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. يعني إيه اللي جابك من السماء لغاية الأرض يا اللي قهرت وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات وأرفع كرسيا. يعني كان ربنا مديله كرسي ومعظمه، مش حرمه من حاجة. وأرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال وأصعد فوق مرتفعات السحاب وأصير مثل العلي. كل دوت بيفكر فيه بإيه؟ نفسه. يقول له لكنك انحدرت إلى الهوية، إلى أسافل الجو، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو
الذي زلزل الارض وزعزع الممالك، بقى هو دوت اللي كان ليه شنه ورنه في السماء بقى في اسفل الارض وبقى في الجو. اصل الكبرياء ايه؟ كبرياء وحش. عشان كده تلاحظوا لما الشيطان تجرب على السيد المسيح على جبل التجربة وجربه، قال له ايه؟ قال له اعطيك جميع هذه واراه ممالك العالم ان خررت وايه؟ وسجدت لي. شفتوا الكبرياء؟ ما هو اتطرد من قدام ربنا بسبب من قدام ربنا بسبب الكبرياء، وبرضه ما زال الداء جواه. لما شاف المسيح اتجسد وصايم على الجبل قال له تعالى اسجد لي وانا اديك كل اللي انت ايه؟ كل اللي انت شايفه. يبقى نفهم من كده ان طبيعه الشيطان طبيعه ايه؟ طبيعه روحيه، لانه كان في الاصل رئيس ملائكه. طب ليه لما سقط ربنا ما سحبش منه هذه الطبيعه وفضل روح وفضل فيه قوه وفضل عنده نفس الذكاء؟ ليه ربنا ما سحبش منه كل المميزات ديت؟ باختصار شديد عشان ربنا عايزنا نمتحن انفسنا، احنا هننجح في الحرب والثبات في ربنا ولا هنقع زي الشيطان؟ عشان كده قالها قديس بولس الرسول في افسس 6، قال البسوا سلاح الله الكامل. ليه؟ لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. يبقى ربنا سايب له قوته علشان نعمل ايه؟ نثبت لنفسنا ان احنا ثابتين في ربنا ضد مكايد ابليس. حقيقي ربنا سايبه وسايب فيه القوه بتاعته، لكنه تحت سيطره مين؟ تحت سيطره ربنا، لان اسمه ضابط ايه؟ كل. لو ما كانش الله ضابط الكل وسايب الشيطان كان العالم كله سقط في قبضه الشيطان. لكن كل اللي بيحصل ان لما ربنا بيسمح بتجربه الانسان يحاول الشيطان انه يشكك هذا الانسان في محبه ربنا ليه، ويحاول يخفي عن اعيننا اراده الله الصالحه من التجربه، فيوقعنا في اليأس ويفتكر بكده ان هو انتصر على مين؟ انتصر على ربنا. الشيطان يا اما بيحارب بنفسه رئيس الشياطين بقى، يا اما بواسطه الشياطين الصغيرين اللي سقطوا على ايديه، او يحارب عن طريق الناس اللي هو بيزقهم وبيطوعوه ويسمع كلام. عشان كده لازم نعرف ان الشيطان قوي، لكن لو احنا ماسكين في ربنا هنبقى اقوى من الشيطان. عشان كده بولس الرسول قالها في افسس 4، فاخضعوا لله وقاوموا ابليس فيهرب منكم. يهرب امتى؟ لما نخضع لمين؟ لما نخضع لربنا. فاخضعوا لله وقاوموا ابليس فيهرب منكم. طب نهايه الشيطان ليه نهايه ولا ملوش نهايه؟ ليه نهايه. في رؤيا 20 قال يطرح في بحيره النار والكبريت ويعذب نهارا وليلا الى ابد الابدين. يبقى ده الجزء الاولاني بتاع مين هو الشيطان. تعالوا بقى نشوف بيلعبنا ازاي او بيحاربنا ازاي. الشيطان منظم جدا، ما عندوش شغل عشوائي، لا ده عنده هرم وظيفي كده. الناس شغاله تحت ايديه واللي تحت ايديه شغالين تحت ايده، ربوات من الشياطين. فاللي عنده اعداد كبيره دوت لو ما كانش يبقى منظم مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى ناجح. فالشيطان منظم جدا، ما بيشتغلش بطريقه عشوائيه. والشيطان ذكي، يعرف صفات الانسان
ويعرف طباع كل واحد فينا، ويعرف ميوله ايه، ويعرف بيحب ويكره ايه، وبيبتدي ياخد الحاجات ديت عشان يوقعه بيها فين؟ في الخطيه. عشان كده الشيطان له لكل انسان مدخل في الحرب. الحرب اللي يحارب بيها الراجل غير اللي يحارب بيها الست، اللي يحارب بيها الطفل غير اللي يحارب بيها الشاب، غير اللي يحارب بيها ايه؟ الراجل الكبير. الحرب اللي يحارب بيها المتزوج غير الحرب اللي يحارب بيها الأعزب. ليه للرهبان حرب، وليه للإكليروس والخدام اللي في العالم حرب. يعرف كل واحد حربه في ايه، ويعمل كل ما في وسعه انه يسكت الانسان، وخاصة القريبين من ربنا. مش معنى القريبين من ربنا، اصل هو اتحرم من الوجود في حضرة مين؟ الله. فيبقى عايز كل الناس تبقى زيه، بعيدة عن مين؟ عن ربنا. يعني يقول عنه الكتاب مثلا لما اتكلم عن يهوذا الاسكريوطي، ولما اخذ اللقمة دخله ايه؟ دخله الشيطان. والمسيح دعا يهوذا الاسكريوطي شيطان، لأن عرف إن الشيطان دخل جواه واداله محبة المال. قال له كده في يوحنا 6: أليس أنا اخترتكم 12 ولكن واحد منكم إيه؟ شيطان. يوحنا 6:7. وكان أحيانا من حرب الشيطان إنه يدخل في الناس ويدخل في الحيوانات، فتبتدي تحصل لهم أعراض الجنون والصرع، زي ما قرينا في الكتاب المقدس إن المسيح أخرج شياطين من على مجنون ومن على أخرس ومن على مصروع وهكذا. فكان دخول الشيطان في الناس ده أمر حقيقي. يعني في متى 9 يقول إنه الشيطان دخل في الخرس، متى 12 دخل في العميان، مرقس 9 إن الشيطان دخل في المصروعين، متى 8 دخل في بعض الناس وخلاهم مجانين. فبيدخل الشيطان في الأرواح اللي هي ملهاش علاقة بمين؟ ملهاش علاقة بربنا. وفعلا ربنا أخرج الشياطين من الفئات اللي قلتها لكم دلوقتي. من خطة الشيطان في الحرب إن الشيطان بيزود الحرب بتاعته في الأوقات المقدسة اللي الإنسان بيبقى فيها. اعمل حسابك لما يبقى فيك نشاط روحي، اعرف إن الشيطان هيزود حربه إيه؟ يزود حربه عليك. ابتديت تصلي بانتظام مش هيسيبك، ابتديت تصوم مش هيسيبك، ابتديت تقرا الانجيل وقرايات روحيه مش هيسيبك، ابتديت تعمل مطانيات زياده شويه مش هيسيبك. طب ايه بخوفكم علشان ما تبطلوا كل ده؟ لا، ده احنا نزود العمل الروحي ونبقى متمسكين وماسكين في ربنا، فمهما كانت قوه الشيطان مش هيقدر علينا، لاننا ماسكين في مين؟ ماسكين في ربنا. هو مش هيقف مكتف ايده وسايبك تتمتع بربنا ولا تقرب من ربنا، لا. زي ما قلت لك، هو اتحرم من الوجود في حضرة الله وعايز يحرم الناس كلها من الوجود في حضرة الله. عشان كده قالها يشوع بن سراج، قال: يا ابني إن تقدمت إلى خدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. يا ابني إن تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع إيه؟ لجميع التجارب. والجزء ده بيتقري على الرهبان وهم بيترسموا على صلوات طقس الرهبان الراهب الجديد، وبتتقري علينا في البصخة المقدسة، علشان عارف إنه في البصخة دي وقت إيه؟ زهد ونصح وتأمل في آلام المسيح، فيبتدي الشيطان يزود حرب عليك قوي بقى في الفترة دي.
فالناس اللي بتقرب من ربنا أكتر من الطبيعة إن الشيطان يستعد لقتالهم، مش هيسيبهم بحريتهم. عشان كده بولس الرسول يوصينا بقى على الحتة دي ويقول إيه؟ كونوا راسخين وغير متزعزعين، مبصرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن عملكم ليس باطلا في الرب. يعني الشيطان يحاربني أعمل إيه؟ أبقى راسخ في المسيح، غير متزعزع، ما تهزش من الحرب، أزود عمل الرب كل حين، لأن مفيش إنسان هيتعب والتعب دوت هيروح إيه؟ هيروح باطل. هو يبتدي الجهاد إحنا نبتدي الجهاد وهو يبتدي الحرب، إحنا نبتدي الروحيات وهو يبدأ المقاومة. يعني كلنا صايمين هو في الست العشر. الشيطان يتضايق من الصوم جدا جدا، عشان عارف إنك في الصوم تعمل اللي قاله بولس الرسول: أقمع جسدي وإيه؟ وأستعبده. ما أنت لو أقمعت جسدك روحك هتعلى. هو عايزك لا، عايز الجسد هو اللي ينتصر علشان روحك تنشد للجسد وتبقى إنسان جسداني. عشان كده الشيطان يعرقل أي صوم يصومه الإنسان. أو تيجي مثلا فترة صوم يقوم الشيطان مخترع لك شوية مشاكل عشان يلهيك عن الصوم وعن النسك وعن الصلاة. استأذنكم أنا مش بركز من الصوت، معلش سامحوني. ويخليك تنشغل بالمشاكل وتترك العمل الروحي اللي بتعمله. عشان كده الناس بيربطوا أحيانا بين الصوم وبين التجارب والمشاكل. وده اللي عمله الشيطان مع المسيح نفسه. المسيح طلع ياخد خلوة على الجبل صايم 40 يوم، والشيطان قاعد رايح جاي عليه يحاربه، مرة بالأكل ومرة بالعظمة ومرة بالتجربة على إنه يرمي من نفسه من على الجبل. حتى المسيح ما سابوش. مرة كنت في وسط الصوم الكبير كده، كنت قاعد مع حد من الآباء الأساتذة باخد منه نصيحة في موضوع معين يعني، فلقيته تعبان قوي، فبقول له: مالك يا سيدنا؟ قال لي: الصوم الكبير يدخل والشيطان يضربني بآلام في العمود الفقري لا تحتمل، ما اقدرش اعمل مطانية واحدة طول الصوم، ما اقدرش اعمل مطانية واحدة طول الصوم. هو بيستغل الوقت، بيستغل الفرصة اللي انت فيها ايه؟ اللي انت فيها في قامة روحية عالية، فبيبتدي يحسدك. عشان كده بقى نقول في القداس: والموت الذي دخل إلى العالم بإيه؟ حسد إبليس. هو ده بقى حسد إبليس، يحسدك على علاقتك الحلوة بمين؟ ربنا. فالشيطان يحسد الناجحين في علاقتهم بربنا. طب والإنسان اللي بعيد عن ربنا؟ هو مش محتاج، ما هو لوحده غرقان، مش هيضيع وقت معاه خلاص. هو حتى لو لقاه كده هيبتدي يعني في شعلة هتبتدي، يبتدي يفكروا بخطية حلوة قديمة بيحبها، يفكروا بموقف يجيب له مشكلة، عارفه لسه ضعيف فهيقع بإيه؟ بسرعة. لكن يركز كل جهده في الناس اللي بتصلي وبتصوم وبتتناول كتير وبتحضر نهضات وبتسبح ربنا وبتخدم وبتعمل خير، يحارب كل دول. حرب تانية أو خطة تانية من خطط الشيطان إنه بيحارب القديسين وبيحارب الخطاة، والاتنين معرضين للحرب، لكن في فرق بينهم. إيه الفرق اللي بينهم؟ الفرق الأساسي إن الحرب اللي بتبقى على القديسين بتبقى حرب من الخارج فقط، لأن قلبه من جوه إيه؟ نقي، ما بيقدرش يدخل، ما بيقدرش يهاود ناحية قلبه، فابتدي يحاربه عن طريق أي حاجة خارجية، يحاربه بنظرة، يحاربه بسمع، يحاربه بأي فكر. وعشان كده وهو قوي من الداخل
فيبتدي الإنسان ينتصر وما يقدرش الشيطان عليه لا من جوه ولا من بره. لكن الخاطئ والشرير الحرب ليه مزدوج، هو أساسا من جوه خربان ومن بره خربان نتيجة الخراب اللي جوه. لكن لما يجي يحاول يتوب وعنده إرادة ضعيفة، تبتدي تحاربه إغراءات الشيطان من الخارج وشهواته من الداخل، سواء في القلب أو في الفكر، ويبتدي يقترح عليه اقتراحات جديدة ويلهيه عن حياة التوبة اللي هو كان عايز يعيش فيها. كمان القديسين أحيانا ربنا يسمح لهم بالانهزام مؤقتا لفايدته. يعني يسمح لواحد قديس إنه يقع في خطية علشان ما يرتفعش، أو لما يفكر نفسه بقى إن هو بقى خلاص وصل، فيسمح له كده بضعف صغير مش هيأثر عليه بعد كده، لكنه يكشف له حقيقة نفسه، إن يوم ما يفكر في نفسه إنه شيء ويحارب بالكبرياء يبتدي يتضع من الداخل. عشان كده قالها بولس الرسول في رسالة العبرانيين للناس اللي قامتهم الروحية عالية، يقول لهم إيه؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، والذين كأنكم مقيدين معهم في الجسد. يعني أنت كاهن، راهب، أسقف، خادم كبير، مفكر في يوم في نفسك كده إن أنت بقيت حاجة، ولما يجي لك واحد يقول لك خطية عملها توبخه توبيخ شديد، فيقول لك لا، اذكروا المقيدين كأنكم إيه؟ تأنى عليه، خذوا بالاتضاع وباللطف واصبر عليه. لكن هتشد عليه الشدة الكبيرة وتقول له ازاي تعمل كده وازاي تكسر الوصية كده وانت عملت وسويت ازاي؟ لا، ده يبقى انت اصبت بالكبرياء وسببت له هو نوع من صغر النفس ونوع من اليأس. عشان كده يقول اذكروا المقيدين ايه؟ كأنكم مقيدين معهم أيضا. بطرس الرسول نصح نفس النصيحة، قال عالمين أن نفس هذه الآلام تجري على إخوتكم الذين في العالم. يعني اوعى في يوم من الأيام تستصغر في نظرك الناس اللي بيتحاربوا في العالم، لأن نفس الآلام دي ممكن إنها إيه؟ تجي لك أنت كمان. عشان كده قال يعقوب الرسول وكان إيليا أن تحت الآلام إيه؟ إسلام. تحت الآلام يعني إيه؟ يعني تحت الضعف. ما هو إيليا دوت، لسه كنت في نهضة امبارح وكنت بقول لهم حاجة عن إيليا. بقول لهم إيليا ذبح 400 نبي من أنبياء البعث في ليلة واحدة. في ليلة واحدة ذبح 400. وبعد ما ذبحهم جات له رسالة من إيزابيل تقول له إيه؟ وحياة الآلهة إني أجعل نفسك كنفس واحد من الذين إيه؟ ماتوا. يقول فقام وهرب لأجل نفسه وذهب إلى بئر سبع وقعد تحت الشجرة ونام وهرب وجاله اكتئاب. أصيب بالاكتئاب فعلا. يعني اللي قتل 400 واحد جري وهرب منين؟ من واحدة ست. كان إليه إنسان تحت الآلام مثله. عشان كده في رؤيا بقى 13 يقول وأعطى أن يصنع حربا مع القديسين وبعد عنكم يعمل فيهم إيه؟ يغلبهم. يعني في قديسين في نهاية الأيام لما الشيطان يفك من أثره هيقع وهيهلكوا وهيهلكوا. عشان كده كل واحد يخاف على إيه؟ على نفسه. لا تستكبر بل إيه؟ بل خاف. فانتصارات الشيطان حتى على القديسين لا تدفعنا إلى الخوف وإلى اليأس، ولكن تدفعنا إلى الحرص والتدقيق في حياتنا. قالها بولس الرسول في أفسس 5
قال انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام إيه؟ لأن الأيام شريرة. سمة تانية من سمات حرب الشيطان وإن الشيطان لا يهدأ في الحرب، ما بيهدأش، عشان كده اسمه من ضمن أسمائه المقاتل. الإيه؟ المقاتل، سلاحه صاحي دايما ما ينامش. حتى قبل ما يسقط أبونا آدم وأمنا حواء أسقط طغمات منين؟ من الملائكة وتبعوه وصاروا شياطين زيه. فأصبح هوايته إسقاط الآخرين، يقتل الكل، وقع ملائكة، وقع أنبياء ورسل، يقاتل المتوحدين والسواح والرهبان وكل اللي بيحبوا ربنا، وأي واحد عايش في بر وعايش في فضيلة وعايش في قداسة يحاربه بزيادة. عشان كده سمي المعاند وسمي إيه؟ المقاوم، وسمي المقاتل. وقبل الصليب كان يسمى رئيس هذا إيه؟ رئيس هذا العالم ورئيس سلطان الهواء. فالمسيح اصطلب على الصليب في الهواء علشان يوقعه ما يبقاش هو رئيس سلطان إيه؟ الهواء. عشان كده قال بطرس الرسول بقى صفة من صفات الشيطان في الموضوع ده، قال إيه؟ قال إبليس عدوكم يجول كإيه؟ كأسد زائف، يجول، ما بيقعدش، ما بيهداش، ما يقعدش خالص. وقالها للرب، قال ربنا قال مرتين في قصة أيوب كده، يقول إن الشيطان مشغول بالجولان في الأرض والتمشي فيها، ماشي في الأرض في وسط الناس يشوف له فريسة يوقعها، واللي وقعه يبقى سهران عليه علشان ما إيه؟ ما يقومش، ويلقي بذاره في كل مكان. حتى الزرعة الحلوة اللي ربنا يزرعها يدخل في وسطها ويزرع إيه؟ يزرع زوال، ويزرع زوال. فمن بجاحته ما تزعلش بس، من بجاحته حارب ميخائيل رئيس الملائكة من حيث جسد مين؟ جسد موسى النبي. يعني وقف يتخانق مع رئيس الملائكة ميخائيل ودخل في حرب معاه عشان عايز ياخد جسد موسى النبي. وفي سفر دانيال 10 يقول إنه قعد 21 يوم ضد الملاك الذي أرسله الرب لدانيال. يعني قعد ربنا باعت ملاك يحرس دانيال، قعد الشيطان يحارب في الملاك، ساب دانيال ويحارب في مين؟ في الملاك 21 يوم في دانيال 10. من ضمن خطط الشيطان أيضا المشهورة الكذب والخداع. الشيطان هو الكذاب وأبوه كل كذاب. كذب على أبوينا الأولين آدم وحواء، قال لهما إيه؟ لن تموتا، كلوا ما تخافوش، مش إيه؟ مش هتموتوا. طب ماتوا ولا ما ماتوش؟ ماتوا. وكذب لما قال لهم تصيران مثل الله، هما بقيوا زي ربنا لما كانوا من الشجرة وسمعوا كلام؟ لا. عشان كده ربنا يسوع ركز على الصفة دي في الشيطان وقال إن هو كذاب وأبو كل كذاب. ما ينفعش بقى نكذب ونقف نقول أبانا الذي فين، يبقى بنكذب، لا. عشان كده الكذب خطية صعبة، لأنها بتجعل الإنسان ابن مين؟ ابن الشيطان. ده الشيطان مش بس كذاب في الكلام بتاعه وفي الوعود بتاعته، ده هو أيضا بيرسل أنبياء كذبة ومسحاء إيه؟ ومسحاء كذب. ودول ربنا يسوع المسيح في علامات المجيء الثاني حذرنا منه. قال إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا إيه؟ فلا تصدقوا. يعني لو حد جه قال لكم تعالوا المسيح أهو، لا ما تصدقوش، لأنه سيكون مسحاء كذبة
وأنبياء ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المضطرين أيضا، ولو لم يكسر الله تلك الأيام لا يخلص لا يخلص أحد. عشان كده بولس الرسول لما اتكلم عن المجيء الثاني يتكلم عن ضد المسيح النبي الكذاب، ويقول الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وبعجائب كاذبة. يعني إيه كاذبة؟ يعمل معجزة بس المعجزة دي كاذبة. يعني إيه كاذبة؟ يعني مش من إيد ربنا، لأن لسه هو في قوة يقدر إن هو يعمل معجزة ويضل الناس إيه؟ زي اللي بتشوفوهم في التلفزيون، الواحد ينفخ النفخة يوقعوا 200 واحد. دي إيه المعجزة وإيه القوة في كده؟ يقول لك الروح القدس. هو الروح القدس يخليك تهمة عليك؟ ها؟ الروح القدس ده روح الله الوديع الهادئ، مش كده؟ لكن تقول لي انفخ ووقع الناس اللي قدامي استفدت ايه؟ يعني هي دي القوة؟ لا. فزي ما الروح القدس هو الناطق في الأنبياء زي ما بنقول في قانون الإيمان، أيضا الشيطان هو الناطق في الأنبياء الإيه؟ الكذب. الشيطان برضو ممكن يعلن الكذب بتاعه في الأحلام، يخليك تحلم حلم وعايزك تصدق الحلم ده، وتيجي تقول لابونا تفسير الحلم ده ايه؟ ابونا يقول لك انا مش مفسر احلام، مش كده؟ ما تنشغلوش بالاحلام، لان الاحلام دي ليها ايه؟ ليها ناسها وليها قامتها الروحيه العاليه. يدي احلام لواحد زي يوسف النجار، يدي احلام لواحد زي يوسف الصديق، يدي احلام ورؤى لواحد زي دانيال النبي. لكن انا الغلبان ربنا يكشف لي الاحلام والرؤى والحاجات اللي اعلى مني دي؟ لا، احنا كل واحد عارف نفسه. يعني ابقى مبهدل الدنيا وخارب الدنيا واقول ربنا بيكلمني بالاحلام. وبستان الرهبان مليان بقى بالحاجات دي والقصص دي. يعني مرة الشيطان ظهر لأب راهب وقال له أنا الملاك غبريال أرسلني الرب إليك. فالراهب فهم فقال له إيه؟ قال له أنا إنسان خاطي لا أستحق أن يظهر لي ملاك، فلعلك قد أرسلت لراهب غيري وأخطأت الطريق. انقشع الشيطان من تواضع هذا الراهب وبقى إيه؟ بقى دخان واختفى عنه. ومرة ظهر لراهب تاني وقال له أنا المسيح أسجد لي. ظهر له بشكل نوراني، قال له أنا المسيح اسجد لي. ما هو عنده حرب عظمة مجنون العظمة. عارفين كده الواحد اللي يبقى فوقيه مدير والمدير ده خانق عليه، مجرد ما المدير ده يمشي من الشغل وهو يترقى يبتدي يفرد جناحاته على إيه؟ على اللي باقيين كلهم، يعوض النقص اللي جواه. فده ظهر كده للراهب وقال له أنا المسيح اسجد لي. فالراهب ده قال له إيه؟ قال له أنا كل يوم أسجد لسيدي يسوع المسيح، فلماذا يطلب مني هذا السجود اليوم؟ أنا كل يوم بسجد له، أنت جيت قلت لي إيه جديد؟ وكشف حيلة الشيطان وكذب الشيطان. بولس الرسول حذرنا من القصة دي وقال لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور ويخدعك. عشان كده مرة ذهب لراهب اسمه أنبكاليون السائح، ظهرت له شياطين كده بهيئة آباء سواح وقالوا له تعالى احنا مجموعة من السواح وربنا أرسلنا عشان تيجي وتعيش معانا في المكان اللي احنا عايشين فيه. وما اكتشفش في البداية ان هم شياطين، خدوه توهوه في البرية وضربوه واتريقوا عليه ورموه. لكن رحمة ربنا أدركته من أجل نسكه وحياته اللي فاتت كلها وبساطة قلبه وتعبه في حياته كلها، وربنا افتقده ورجعه تاني. كذب الشيطان أيضا بيظهر بالسحرة والعرافين.
وده موضوع منتشر لغاية النهاردة. نستعجب على الناس اللي يقول أنا أروح للشيخ الفلاني وأروح مش عارف لمين الفلاني علشان يقول لي الحاجة دي مين اللي سرقها، والحاجة دي مين اللي عملها، والعمل ده مين اللي عمله. لكن ربنا ما بيفرحش بالكلام ده خالص، بالعكس، ده انت كده بتعتبر ان انت الله ده مش ضابط الكل، وبتبتدي تلجأ للناس العرافين اللي بيشتغلوا شغل الشياطين. ربنا وصانا في سفر التثنية وقال كده، قال لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. يعني اللي بيروح للناس دي كأنه بيرمي نفسه فين؟ في النار. ولا من يعرف عرافة ولا ساحر ولا من يرقي رقيا ولا من يسأل جان أو تابعة ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند إيه؟ مكروه عند الرب. تثنية 18. ويدخل تحت البند بقى معرفة الغيب والمستقبل، ونروح للمنجمين واللي بيقرأ الكف واللي يقرأ الفنجان ويضرب الرمل، مش كده؟ ويقول لك أعرف البخت والطالع. تسمعوا الحاجات دي كلها؟ بس اوعوا تكونوا بتعملوها. اوعوا. مرة جالي دخلوا عليا مرة في الكنيسة اللي كنت فيها شوية صعايدة، دخلوا عليا المكتب. جايين ياخدوا مني حل ليه؟ عندهم حد في العيلة سرق وهم شاكين في واحد معين اللي سرق، وجابوه ضربوه وقال لهم أنا ما سرقتش. فجايين ياخدوا مني حل إن ياخدوه ويروحوا بيه يعملوا بشعة. عارفين البشعة؟ البشعة دي بيعملوا إيه؟ تعرفي في الشوارع كده على عواميد النور تلاقي بيقول لك بشعة ورقم تليفون سايبه تحت. يجيبوا كده البني آدم اللي هو متهم ويولع نار ويجيب سيخ أو سكينة ويحميها في النار لغاية لما إيه؟ لما تهدى، ويفضل يبص له ويخليه مركز في الحمار اللي طالع من السكينة. عايز يقول له يعني هتعترف وتقول إن أنت اللي سرقت ولا لسعك في لسانك؟ لما يتلسع في لسانه هيضطر يقول إيه؟ أنا عملت. قلت لهم طب ما أنتوا لو خدتوا لي بتاع البشعة ما غصب عنه هيقول أنا إيه؟ أنا عملت. ما هيلسعوه في لسانه بالسكينة ديت، فمهما كان ما عملش هيقول أنا إيه؟ عملت أحسن ما يتلسع في لسانه ويتحرق. فجايين عايزين يدوني ياخدوا حل إنه طبعا حلتهمش اديتهم حل يعني. خدوا اللي في النصيب. إغراءات الشيطان كلها ألوان من الكذب وكلها ألوان من الخداع. يهيئ للإنسان إنه بيتلذذ لما ياخد سلطة معينة أو ياخد خطية معينة أو ياخد مكسب معين أو جاه أو مركز أو أي حاجة معينة، ومجرد ما بيسقط هذا الإنسان بيشعر بإيه؟ يشعر بالمرض. ياما أغرى سليمان وأمال قلبه إلى الآلهة بتوع النساء اللي كان اتجوزهم وبنى لهم مرتفعات، وفي الآخر قال لك إيه؟ الكل باطل وقبض إيه؟ وقبض الريح. هيأ لأمنون ابن داود إنه هيستمتع لما يغلط مع أخته ثمار، فأخطأ معها وأذلها. قال إيه عنه بعد كده الكتاب؟ قال وكانت البغضة التي أبغض بها أمنون ثمار أشد من الحب الذي أحبه إيه؟ عاقبتها مرة كإيه؟ كالأبسنتين. هو الشيطان كده يحط لك سم في إزازة ويكتب لك عليه من بره شربات. تمسك الإزازة اللي مكتوب عليها شربات وتبلعها تلاقي نفسك بلعت إيه؟ بلعت السم وبلعت الطعم اللي خلصنا. أصل هو الشيطان حيله كتير، فلو سبنا نفسنا ليه مش هنخلص كلام عنه. فأبونا يحللني نكتفي نقوموا ازاي؟ قوموه راسخين في الإيمان مبصرين في عمل الرب كل حين غير متزعزعين
نزود عمل ربنا. عارفين قصة أبو مقار؟ عمل يا أبو مقار؟ قالوا له بتحارب الشيطان إزاي؟ قال لهم بقول له أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة. أنت تحاربني وأنا أزود الصلاة وأزود الصوم وأزود العمل الروحي. وفي الآخر نشوف رحمة ربنا إيه؟ هتبقى مع مين؟ بس علشان كده أبو مقار وروحه هي طالعة بقى من جسده، فضلوا الشياطين يجروا وراه ما سابوهوش، ما هو مرزقة ومرزقة، فضلوا يجروا وراه. يا بختك يا مقارة خلصت. قال لهم لم أخلص بعد. يا بختك يا مقارة خلصت. قال لهم لم أخلص ليه؟ أول ما دخل رجله باب السماء قال له اليوم ربنا خلصني منين؟ خلصني من إيدك. فمهما يحارب احنا ما نبطلش ايه؟ ما نبطلش جهاد، وما نبطلش العمل الروحي، وما نبطلش ان نكون مبصرين في عمل الرب كل حين. ينجينا ربنا من حيله ومن مكائد الشريره، وينصرنا في اسمه القدوس الى الابد. امين.